السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في العيد واخباركم ايه؟ عاملين ايه بقى في المواعين وفي الاكل وفي الكلام ده؟ طبعا الفسح مش لينا احنا بقى ولا الخروجات لينا. احنا بس بنخش المطبخ، ما علينا بس الا ان احنا نعمل الاكل ونغسل المواعين. المنظر اللي انتوا شايفينه ده كان تاني يوم العيد. انا كنت غاسله المواعين قبل ما انام وسبتهم بقى ونمت، لان انتوا عارفين طبعا ليلة العيد ما حدش بينام، فنمت بدري. صحيت لقيت المنظر ده، لقيتهم بسم الله ما شاء الله بقى اللي حاطط اكل بقى واللي مسخن واللي وفاضيين بقى المواعين والحلل، ولقيت المنظر يعني البائس ده. فقولوا لي بقى، المنظر ده عندكم كلكم ولا عندنا بس؟ انا والله يعني اتصدمت بصراحة لما صحيت الصبح، كان المطبخ بالنسبة لي صدمة. كانت الشقة متروقة ومتظبطة وكل حاجة، بس معرفتش ان انا اسيطر على المطبخ ولا اسيطر على الوضع اللي انتوا شفتوه ده. فالحمد لله، يعني انا كنت هصور لكم يوم العيد، بس بصراحة ما عرفتش، كان الموضوع مجهد شوية ومتعب، فما عرفتش اصور لكم يوم العيد. فقلت بقى مصور لكم تاني يوم من اوله كده، من اول بقى ايه الشغل بتاع المواعين ده. فالله المستعان. ربنا يا رب يقوينا ويعيننا جميعا يا رب، ويصلح حالهم ويهديهم. العيد وعملتوا ايه بقى في حرب المواعين دي وحرب الطبيخ؟ احنا بالنسبة لنا العيد الكبير بصراحة ما بيكونش فيه راحة، يعني العيد الصغير احنا بنرتاح بقى من الصيام وعملنا بقى الكحك والبسكوت والكلام ده، وخلاص بقى ارتحنا بقى وبننتخ شوية وبنشوف بقى ايه، لو حد حابب يجيب اكل من بره ولا حاجة، وكل واحد بقى بيبقى ايه مع نفسه. انما العيد الكبير بصراحة بيبقى شغله كتير واكله كتير وبيبقى بص على دماغنا احنا بقى، كل حاجة على راسنا احنا الستات، هي اللي يعني هي اللي بتشيل الليلة كلها. بس طبعا كله يهون بقى، يعني في سبيل ان احنا نشوفهم مبسوطين وفرحانين. ربنا يا رب يديم لمتنا ويديم فرحتنا ونعيش لكل سنة كده ونعمل لهم الحلو كله يا رب. على فكرة يا جماعة، كل ما اجي اقول لكم انسى. انا المية اللي عندي مية يعني مش بتشتغل مية حلوة على طول. احنا المية اللي عندنا بتشتغل لحد الساعة 11 مثلا او الساعة 12 مية حلوة، وبعد كده خلاص المية بتقطع. بتشتغل ايه بعد كده بقى؟ بتشتغل مية موتور، مية مالحة. فبضطر ان انا املى ازايز، انتوا هتشوفوا عندي على الرخامة على طول ازايز. فطبعا اكيد حد بيقول ليه بقى يعني المنظر ده او اي حاجة. انا بقى يعني لازم املى الازايز دي، لان انا يعني مجرد ما خلصت المواعين معاكم وخلصت البوتاجاز راحت المية قطعت. فكان لازم بقى يبقى عندي مية، عشان لو عملت اكل ولا عملت حاجة او شطفت حاجة، لان المية الحلوة المية المالحة ما بتنضفش. فلازما بعد ما بخلص مثلا بغسل خضار او حاجة بشطفها بقى، يعني بشطفها بمية حلوة، بحيث ان هي تبقى يعني ايه تبقى يعني احسن. مش عايزاكم بقى تنسوا تدعموني باللايك والتعليق الحلو الجميل اللي انا يعني بتبسط بيه جدا، وتشتركوا في القناة لو حد يعني جديد ما شافش القناة بتاعتي يشترك فيها. يا ريت يعني فضلا وليس امرا الاشتراك واللايك والتعليق الجميل. وربنا يا رب يصلح الحال واكبر بيكم كده ان شاء الله. انا عندي التفاعل قليل جدا والله يا جماعه، والمشاهدات يعني مش عجباني خالص، حتى المشتركين يعني الدنيا بطيئه جدا معايا. انا مش فاهمه هو العيب فين بالظبط، هل عشان القناه جديده ولا عشان المحتوى مش حلو؟ انا بصراحه مش قادره افهم، هو المحتوى اللي انا بقدمه يعني مش عاجب الناس مثلا، عشان مثلا شقتي بسيطه ولا حاجه، مش عارفه، او العيب فيا انا، مش عارفة بصراحة، او مفيش عيب خالص والقناة عشان لسه جديدة مفيش تفاعل. بس بصراحة انا مش يعني مش عارفة. انا بشوف ناس لسه عندهم قنوات جديدة زي كده فاتحينها من شهر برضو، بلاقي عندهم مشتركين اكتر، يعني ممكن يبقى عندهم مثلا 200 300. انا كل المشتركين اللي عندي 43، وده طبعا رقم قليل جدا. فيا رب يصلح الحال يا رب وييسر الامور يا رب، اللهم امين. هنا كنت بوريكم بقول لكم ان انا كان عندي شوربه ولحمه من امبارح، واللحمه الجديده دي يعني ايه كنت هعمل رقاق، فطلعت منها قطعتين، قلت ايه هفرمهم في الكبه واحطهم في صينيه الرقاق. بصراحه انا بستغل لحمه العيد ان انا يعني ايه محبش اشتري مفروم من بره،
المفروم باجيبه من عند الجزار وكل حاجة، بس بيبقى بصراحة مش زي اللحمة اللي احنا بنعملها في البيت، بنفرمها في البيت. اللحمة طبعا بتاعة الجزار اللي هي بتبقى مفرومة، الكيلو بيبقى ب260 يعني. مش عارفة هو بيبقى هي يعني هو بيبقى عاملها ازاي، او هي لحمة مثلا كبيرة او فيها دهون كتير. انما طبعا اللي احنا بنجيبها دي اقل حاجة كيلو ب400 جنيه. فطبعا انتي لو فرمتيها بتبقى طعم تاني خالص، يعني بتبقى حاجة تانية خالص. انا في الطبيعي اللحمة بتاعت الجزار اللي هي المفرومة بحط فيها جزر عشان يطعمها، بحط فيها طماطم، يعني بتبلها بحاجات كتير قوي عشان بس ان انا اديها طعم، عشان اخد نتيجة حلو. انما دي هو بصل بس اللي انا حطيته، محطتش غيره، وفص توم، والطعم بصراحة بيبقى رهيب. في اليوم ده كنت هعمل برضو ممبار. الممبار ده كان عندي اصلا من الاول، يعني كنت جايباها قبل العيد. بعمله ني في ني كده، يعني البصلة بتبلها، البهارات بتاعتك طبعا اللي انت بتحبيها واللي انت بتحبي تحطيها. وبعد كده حطيت عليها الرز. وطبعا اخر حاجة بقى بحط الطماطم دي طبعا كانت عندي. كنت عاملاها صلصة، كنت مصوراها معاكم يعني في الفيديو اللي هو بتاع الوقفة. كنت جايبة طماطم مستوية، كان الكيلو عامل 10 جنيه. جبت 5 كيلو وسبكتهم وحطيتهم في الفريزر، يعني بينفعوا في العيد وكده. انتوا عارفين طبعا العيد اكل كتير وحاجات كتير، وطبعا بيبقى مجهود برضو ان انتي تقعدي طبعا تفرمي طماطم والكلام ده كله. دي طبعا جاهزة ومتسبكة كمان. وطبعا الممبار بيبقى ني في ني، فطبعا بيبقى الطماطم المفروض ان هي تكون متسبكة شوية عشان ما يبقاش صايص، يعني ما يبقاش الرز كله مية لما تيجي تحشي الممبار. فطبعا الطماطم المغلية دي متسبكة، طبعا ما بيبقاش فيه مية في الممبار خالص. وفي نفس الوقت انتي عاملاه ني في ني، يعني بيبقى حاجة طبعا احسن من المتسبك بكتير. طبعا هنا انا سلقته وحطيته على النار. وبعد كده يعني قلت بقى هروح اعمل صينية الرقاق. والله يا جماعة كانوا شوية ممبار يستاهلوا بقكم، كانوا زي العسل. والرقاق كنت انا عاملاها من الالف للياء، يعني انا كنت عاملاها برضو في فيديو صغير صورته برضو ونزلته، معرفش لو شفتوه ولا لا. الرقاق كنت عامله الرقاق الناشف، وكنت عاملاه في فرن البوتاجاز. وكان يعني كان الفيديو بصراحه كان سهل جدا جدا، ما خدش معايا اي وقت خالص. وكنت عاملاها في العصاجه بتاعه البوتاجاز، وكان تحفه واحسن من اللي بتشتريه 100 مره. لان طبعا اللي انت بتشتريه هو اولا بيبقى غالي، ثانيا مش بيبقى، يعني تحسي ان هو بيبقى تخين شويه. لا، انما الحاجه اللي بتعمليها في البيت بيبقى فيها بركه كده، بتحسي بفرحه كمان وانت بتعمليها، وبتفرحي البيت وبتفرحي اولادك. فبصراحه لا، يعني انا بكسل وكل الكلام ده، بس لما بعمله بقول لا، انا مش هقطعه من البيت، انا كل ما هحتاج هعمل. لان لقيت الموضوع مش يعني ما بياخدش وقت وما بياخدش مجهود بصراحه، لانك مش بتعملي كتير. هو طبعا في اليوم ده انا كنت عامله كيلو ونص. عملت بقى صينيه الرقاق دي، والله يا جماعه كانت تحفه تحفه تحفه. وخصوصا كمان ان اللحمه اللي فيها لحمه طبعا، يعني انتي كنتي عامله كل حاجه من الالف للياء. عامله الرقاق، اللحمه انتي اللي فرماها بايدك، طبعا معموله بالسمنه البلدي، كانت بصراحه يعني بألف هنا وشفا. كانت تحفه بجد يعني. والله عملت لهم الغدا ده يا جماعه وما لحقتش اخد نفسي. ماما احنا عاوزين نخرج، ماما خرجينا، ماما اخرجي معانا. طب روحوا خرجوا انتوا، لا عاوزينك معانا. وطبعا بصراحة مكة بتصعب عليا، لان مكة صغيرة، يعني 3 سنين ونص. فهم طبعا استحالة هياخدوها، وانا استحالة امن ان هم ياخدوها وينزلوا. فبضطر ان انا انزل عشان مكة. انا طبعا كنت مجهدة قوي وكنت تعبانة، وحاسة بقى ان التعب اللي هو قبل العيد كله بيحل عليا في العيد. واكيد انتوا كلكم زيي، لو طبعا حد بينفض شقته ولا حد عمل اي حاجة عنده، بيجي في العيد وبيحس بقى ان هو خلاص هو ريح كده، مش خلاص يعني بيعمل الاكل ويخش المطبخ وكده وشكرا. يعني بيبقى كتر خيرك لما لما تخشي تعملي الاكل، انك انتي كمان تبقى مطالبة تنزلي بسم الله ما شاء الله ب4 عيال، وتنزلي بيهم تخرجيهم بقى وتفسحيهم وكل الكلام ده. لا، الموضوع بيبقى صعب بصراحة. فبصراحة خدتهم وقلت لهم طب خلاص ماشي، هنزل بيكم نتمشى شوية.
وخدتهم فعلا ونزلت، بس ندمت. ندمت والله يا جماعة، ندمت قوي قوي. وحلفت لهم 100 يمين ما انا نازله معاكم تاني، مش هتتكرر تاني. طبعا عيالي الكبار البنات، ايه ده، ايه الزحمه دي، ايه ده، ايه مش عارفه آه مكان كده يعني كله شباب وبنات ومش عارف، لا 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 ايه المكان ده، لا لا مش عارف ايه، لا انتي موديانا فين، لا ما اعرفش ايه. رحنا نقعد عند محل العصير، لا احنا مش عارفه، لا انا عاوز ده، لا انا مش عاوز ده. مسك يعني حمزه ده مسك المنيو، ممكن يكون قعد حوالي نص ساعة عشان يختار بس هو عاوز ايه. بصوا بصراحة كنت يعني خلاص كنت بنهار. كنت بنهار منهم. بس ربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. بصوا ايه رأيكم بقى في الرواق ده؟ والله العظيم يا جماعة كان تحفة تحفة. وخصوصا كمان ان انتي عاملة الرواق الناشف اصلا في البيت، يعني الرواق الناشف ده بصراحة يعني حاجة تانية. وطبعا الفينش الاخير ان انتي طبعا بتعملي الصينية والكلام ده، لا بصراحة كانت حلوة، كانت حلوة قوي والله. بألف هنا وشفا يا رب على قلوبهم، وبألف هنا وشفا لكل اللي ياكل حاجة. والله بجد يا جماعة انا بقول لكم يعني على موضوع الرقاق ده ان انتوا تعملوه في البيت، انا بعتبر ان انتوا كلكم اخواتي وبحبكم جدا من غير ما اعرف يعني مين اللي متابعني. بس والله العظيم بحبكم جدا، ويعني وبحب الخير لكل اللي حواليا. فانا كان نفسي بجد بجد ان انتوا تجربوه في البيت. والله الموضوع سهل يا جماعة، مسكة النشابة وعمايل الرقاق مش صعبة خالص، يعني الموضوع سهل جدا واحسن بكتير من ان احنا نقعد نشتري من بره. انا بصوا يعني شلت الشنطة بس كده وانا جاية من السوق، شلت ان انا اشيل شنطة الرقاق بقى وابقى ماشية بيها في الشارع كده. الموضوع ده بس لوحده بيضايقني. ايه رأيكم بقى في الغدا ده؟ اكيد طبعا الغدا ده في كل البيوت دلوقتي، بس كان لازم انا اصور لكم. صورت لكم برضو الشارع بعد ما نزلنا، ده الشارع اللي هو قريب مننا. اتمشينا بقى فيه شوية ورحنا شربنا عصير. ودي كانت نهاية الفيديو، يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا الاشتراك. وبحبكم جدا جدا كلكم، والله والله بحبكم جدا في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.